المجد والخلود لكل شهداء الشعب المغربي، وعلى رأسهم شهداء الجمعية الوطنية مصطفى الحمزاوي، نجي هدايا، وكمال الثاني. والحرية، كل حرية لكل المعتقلين السياسيين القابعين في سجون الذل والعار من نظام ولا وطني ولا ديمقراطي ولا شعبي، وعلى رأسهم معتقلي الجمعية الوطنية عقالي وعبد الحليم الطلعي من فرع بني بوعياش، والرفاق ساكنين من فرع سيدي فني، وكذا كل متابعين في صلاح مؤقت الذين أشهدت محاكمتهم إلى يوم 24 من هذا الشهر. الرفاق كما ندين كل المحاكمات اللي كيتعرضوا لها جميع حركات الاحتجاجية المناضلة التي تدافع على حقوقها العادلة والمشروعة، ضدا على الإقصاء، ضدا على القمع، ضدا على الاعتقالات وكل التنكيل بكل فئات ديال الجماهير الشعبية وكل الشرفاء ديال هذا الوطن. الرفاق والرفيقات ندين كذلك كل ما تتعرض له جميع فئات الشعب المغربي من زيادات المهولة في المواد الأساسية وتدهور الصحة وكذا التعليم والضرب ديال المشترية. المغرب يا جوهرة ارجعوا لك الشفارة، يا المغرب يا جوهرة ارجعوا لك الشفارة. ندين أساليب ديال التهديد وكذلك محاولة يائسة من أجل سن الجمعية الوطنية من أجل الاستمرار في نضالها البطولي عبر طول وعرض البلاد، وأخص بالذكر محاولة إحياء محاكمة ديال الرفيقين في فرع أكادير، بحيث أنه تم تهديدهم إما أنهم ما يخرجوش للناس ديال المهرجانات اللي طبيعة الحال كيقوم بها هذا النظام من أجل إلهاء الجماهير الشعبية على قضاياها الحقيقية. لا قمع لا إرهاب، ما يوقف مسير الشعب، لا قمع لا إرهاب، ما يوقف مسير الشعب. حيث تم تهديدهم إما أنهم يتراجعوا على الخطوة ديال المهرجان أو أنه إحياء ديال هذه المحاكمة على المستوى الاستئناف. وبالفعل فكان جادا في هذا التهديد، بحيث تم إحياء هذه المحاكمة، حيث أنه لم يكن جادا في التعاطي مع الملف ديال الفرع أكادير، هكذا أسلوب التعاطي مع كافة ملفات ديال الجمعية الوطنية على صعيد مجموعة ديال الفروع. إذا هذا الأسلوب البائس اللي كيلجأ ليه النظام من أجل القمع السياسي في شتى التلاوين، في القمع، في التهديد، وكذا في الاعتقال والاغتيالات اللي هي لا زالت على أنه في وصمة عار على جبين هذا النظام، وكذا على وصمة عار على جبين هذه المحكومة، بحيث أن كان هناك بعض من الشعب المغربي اللي عقد الأمال بين ألف على هذه المحكومة، ولكن سقط القناع عن القناع، بحيث أنه القمع لا زال مستمر، الاعتقالات لا زالت مستمرة، وكذا الاغتيالات لا زالت مستمرة. وكذلك هنا نشير إلى حركة 20 فبراير ومعتقليها اللي كيتم جذبهم في الجياهيد ديال السكان. حرية، عدالة اجتماعية، وكرامة، حرية، عدالة اجتماعية، وكرامة، حرية، عدالة اجتماعية. إذا الرفاق والرفيقات الجماهير الشعبية الحاضرة هنا، أنه هذه الخطوة تأتي انسجاما
والنداء الذي وجهه المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية من أجل خوض معركة ضد الاعتقال السياسي والدعوة للإطارات التقدمية والديمقراطية من أجل التحرك من أجل يعني أنه النضال ضد الاعتقال السياسي وتشكيل لجنة هيئة وطنية لمناهضة الاعتقال السياسي، وكذلك دعوة لفروع الجمعية الوطنية من أجل هيكلة لجان على مستوى الفروع والتنسيقات الإقليمية، هيكلة لجان يعني من أجل يعني النضال من أجل مناهضة الاعتقال السياسي. فإن المعركة ديالنا كجمعية وطنية إلى جانب كل المعنيين في النضال ضد الاعتقال السياسي، على اعتبار أن قضية ديال الاعتقال السياسي هي قضية طبقية، يعني أنه ليس من أجل التباكي بل من أجل معتقلينا ومعتقل الجماهير الشعبية وكذا الإطارات المناضلة كالاتحاد الوطني للطلبة المغرب وحركة 20 فبراير وغيرها، ولكن من أجل فضح هذه السياسات والمزيد من استشهاد بالأساليب التي تسمي الشعارات المرفوعة كأننا في دولة الحق والقانون، بأن هناك إجماع وطني، فإن الإجماع الذي يتم هو من أجل القمع، والدليل هو حتى المؤسسات الدولية وآخرها مؤسسة كينيدي لحقوق الإنسان التي أشارت بأن وضعية حقوق الإنسان بأنها كارثية، لا سواء على مستوى الجنوب أو على مستوى المغرب. ولكن هيهات، فإن هذه السيادات ومحاولات يعني الحصار ديال الجماهير الشعبية على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، على مستوى القوت اليومي، هو من أجل أن التراجع على النضالات والدينامية النضالية. الفوسفات وجد على المغرب الجيال على مسلسل لا إجماع، المغرب الجيال على مسلسل لا إجماع. إذن ومعركتنا لا زالت مستمرة داخل الجمعية الوطنية أو إلى جانب كل إطارات التحكمية والديمقراطية التي تبدي استعدادها من أجل النضال ضد الاعتقال السياسي. ودمتم للنضال أوفياء، وتحية نضالية لكل المعتقلين السياسيين القابعين في سجون الذل والعار، وكذلك نحيي رفيقينا يعني أنه الرفاق اللي في الحسيمة اللي غادي يقدموا على إطراف عن الطعام من أجل تمتيعهم بحقوقهم الكاملة التي راكموها معتقلين سياسيين تاريخيا كمعتقلين سياسيين. وتحية نضالية.